ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى اقول لكم طريقتي في الحمام الحلو ده، وشوفوا انا عملت ازاي. اول حاجه بجيب الحمام متنضف، فانا مش بخليه يفتح رقبته، بخلي رقبته مقفوله كده. بغسله بقى مره واتنين وتلاته، واحط عليه خل وليمون واسيبه كده شويه. بعمل بقى البصل بتاعي بصلايه كده مع قرن فلفل او شطه وفصين توم، بضربهم في الكبه ناعم جدا، وانزل كده بشوحهم في زبده او زيت، وانزل عليهم بالكبده والانثى بتوع الحمام. لو احنا حابين نقطعهم قطع صغيره ماشي، بحالهم ماشي. بس لما بتاخد لون كده بنزل بقى بالرز بتاعي، كل واحد بقى حسب الكميه اللي بيحطها. انا حطيت هنا عليه بهارات، ملح وفلفل وشويه بهارات وحبهان ومستكه وورق لورا. هقلب بقى فيه طول ما انا واقفه كده عشان ما يتحمرش من حته وحته، لا هقلب فيه كله عشان يبقى كله لون واحد. بعد ما بياخد بقى اللون ده بنزل كده بكوبايه ميه كبيره عشان اسويه نص سوا، وابدا ان انا احشي الحمام بتاعي. بقيه الرز بعد ما باخد الكميه اللي انا عاوزاها انا بزوده شويه ميه وبسيبه يستوي، لان بيبقى طعمه جميل جدا برضو مع الحمام والولاد بيحبوه. هحشي بقى الحمامه بتاعتي كده الاول من الرقبه، بلاش ان احنا نملاها قوي، تبقى متوسطه. وطبعا تكون الميه بتغلي جامد عشان ننزل فيها الحمام على طول ويقفل الرز ما يقعش منها. واحشيها كمان من بطنها كده، وممكن نحط كمان من جوانب كده بين الجلد واللحمه برضو عشان تبقى الحمامه كبيره كده وباينه معايا. هكتف بقى الحمامة كده، وهحط بس عصاية خل بس كده مع اول غلوة لغاية ما المية تقفل كده على الحمام، وهبقى اشيلها بعد كده. انا كنت حشيته هنا كله، فهنزله بقى في المية المغلية. هحط بقى في المية برضو شوية فلفل وملح، وهحط حبهان برضو ورق لورا. يعني هو تقريبا بياخد ساعة الا تلت، ساعة الا ربع، يعني مش بيكمل ساعة الا ربع. واول بقى ما بيطلع انا بدهنه بقى لبن او حليب، لو في كمان قشطة كده عليه، وبدخله بقى اللي تحت الشواية 10 دقايق، ولا بحط عليه سمنة ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. ندخله كده في الفرن ونسيبه بس 10 دقايق، بيطلع احمر وجميل، ولا حتى محتاجين كيس حراري معاه. بس كده. ولو عجبكم بقى الفيديو وطريقتي دي تعملوا لي لايك وتابعوني، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وجربوا الطريقة هتعجبكم جدا.